بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مستمرين معاكم في آخر المستجدات قانون الإيجار القديم وتعديلاته لرفع المعاناة والظلم مع الناس هم ورثة أهاليهم، وهم عانوا منذ 70 سنة، أكتر من 70 سنة في ظلم، وأملاكهم اتسلبت منهم. في ناس عندها أملاك ما بقتش تسأل فيها إن الإيجار ما بيقضيش. في ناس عندها أملاك المحلات متاخدة منها، المحل ب1000 جنيه ولا 500 جنيه، هو مأجر ب20 ألف جنيه من الباطن، مش قادر يثبت حاجة. الشقة هو مش محتاجها وعنده شقة واتنين وتلاتة المستأجر، ومش قادر المالك يجي جنبيها يقول له انت مالكش عندي، مالكش غير الايجار. لا، انا عايز الشقه ديت، انا عايز اشتري منك الشقه دي. الشقه بكام؟ بمليون، دي بتاعتي، انت بتاخد منها كام؟ خد 100 ألف ولا 50 ألف. واستغلوا احتياج الناس الملاك والظروف والمعاناه اللي هم عاشوها في هذا القانون. العقارات اتهلكت وقايله للسقوط، وبرضه الناس قاعده فيها، اللي واخد فيها شقه عاملها مخزن عشان يثبت له شقه، واللي واخد شقه ومراته باسم ابنه من مستاجرين واخد شقه اسكان اجتماعي وبيأجرها، هو قاعد ب 3 4 جنيه وهو مأجر ب 3 4000 جنيه. معاناه عانوها. وانا مش هبعت لك الفلوس اللي اتبعت للمحكمة بإنذار عرض بدون أي داعي، بس عشان عايز يقرفه أو عايز يشتري منه الحاجة وكده. دي بعض المستأجرين، الأغلبية. طيب، قلنا خلاص الحمد لله الموضوع يعني خطوة أولى. بس بقول للملاك خلي بالكم، المشروع بيتحارب من الناس اللي هي ليها المصالح وخفيش الظلام، واللي ليها مصالح واللي مؤجر واللي كده هوت. فيعني عايزين، احنا خدنا يعني جولة أولى، إنما لسه لينا خطوات. بس انا بطمنكم برضو، مش يعني بقول لا، السيد رئيس الجمهوريه حاسس بالمعاناه ديت، وهو موجود عشان يرفع المعاناه عن الشعب والظلم عن المظلوم. والحكومه الحمد لله قدمت مشروع، ان كانت المده 5 سنين فتره انتقاليه بالنسبه للوحدات السكنيه، دي فتره يعني كبيره جدا جدا. طيب، بالنسبه للمحلات التجاريه والاداريه، الناس بتقول لي اسئله كتير، وضعها ايه؟ وضعها لا، ان شاء الله الحكومة والبرلمان بيسعوا إلى إنهاء موضوع القانون الإيجار الأماكن القديم نهائيا. مش هيجزئوه، هو قال لك مش هنحمل الملف اللي إيه، مش هنورثه للأجيال القادمة، يعني هيتنزر. مش هنيجي النهارده احنا قلنا الاشخاص الاعتباريه اللي مأجرة قانون الايجار قديم اتطبق عليها قانون رقم 10 سنه 22، وزودوا 5 امثال و15% لمدة 5 سنين، وعملوه من سنة 22 2027. السنة الجاية واللي وراها إن شاء الله هتبدأ الناس الأماكن دي تتخلق وتتسلم للناس، كنا عايزين قانون للمحلات التجارية كده والأدرية، إنما بعض برضو الناس وقفوا، وكان ناس الشعب عارف، قال لك ده ليهم مصالح شخصية وليهم أهواء شخصية، وليهم مؤجرين مصانع ومؤجرين مخازن ومؤجرين مخابز وكده، هو ليهم مصلحة إن هو القانون ما ينتهيش. فما وضعوش المحلات الإدارية والتجارية عشان تتطبق مع الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية. وقلنا الأشخاص الاعتبارية هي اللي مثلا تأمينات، حكومة، جمعية، شركة. المهم اللي أنا عايز أقوله إن إحنا لسه القانون بتاعنا، إحنا يعني زي ما تقول رشينا شوية مية والزرع هتطلع، عايزين نكمل. الناس قالت لا حرام، 5 سنين كتير. طب بالنسبة لوضع المحلات التجارية، لا، عضو برلمان بيأكد وبيقول انا معاكم، انا مش عايز 5 سنين برضو للمحلات التجاريه. ده الناس كانت بتقول سنه او 6 اشهر عشان كتير 5 سنين. المحل التجاري الوحيد اللي بيكسب، يمكن الوحدات السكنيه ما بتكسبش الا بقى اذا كان مأجرها من الباطن ومربي فيها فراخ وبيستفاد بيها وكده هوت، عشان يسوي الملك او قافلها وهو عنده شقق تاني، او مهاجر بره او يعني مهزله. ضيعوا على الدوله فلوس وضيعوا على الملاك فلوس بايجار قليل. وهم الحجه بتاعتهم هو بنى بكام، هو كان ماشي ده الحكومه دعمته، والحكومه اديته اسمنت ومش عارف ايه، وجرام الذهب بكام، وده بكام، انا دافع خلو، والخلو قد ايه وزمان كانت الخلو بتدفع 20 ألف مثلا ولا 50 ألف ولا 100 ألف زي ما بتدفع، بيتخصم نص من الإيجار ونص من كذا. بيتكلموا كلام سوري مفيش مستندات بيه. فأنا بطمن وبقول، مش أنا اللي بتكلم، عضو مجلس الشعب بيقول
تسعى الحكومة والبرلمان المصري إلى مراجعة وتعديل قانون الإيجار القديم خاصة للوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمقار الإدارية، كما تم إصدار تشريعات بالفعل في هذا الإطار، على أن يتم مناقشة وضع الوحدات الغير سكنية بما يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع، يعني حطوا موضوع الوحدات الغير سكنية مع الوحدات السكنية، بيدرسوها الاتنين مع بعضهم. يعني بطمن الناس اللي هي بتقول لي يا استاذ المحلات وضعها ايه ومحلات وكده، بس احنا عايزين الفتره الانتقاليه قد ايه، عايزين حد من مجلس النواب يطلع يفوض، يطلع يقول لنا. انما اللي انا عرفته والمعلومات اللي عندي ان القانون، مشروع قانون الحكومه يشمل كمان المحلات التجاريه، ده اللي هنحاول نشوفه ونتكلم فيه ان شاء الله. وبقول الوحدات التجاريه ما لا يجب الا يطبق عليها 5 سنين، 5 سنين كتير. اللي عنده محل وخد المحل، لا اما عامله مخزن لا اما فاتح هو خد بسبب المحل دوت، هو مش هو ده، هو الورثه بقى، او اذا كان هو خد 5 6 محلات، المحل مش عايزه، هو متمسك بيه عشان ايجار قديم، عشان ايجار قديم قديم، وبيتورث بقى للي شغال ومش شغال وليه شروط، وقاعد فيه يقول لك ده العتبه بتاعته كويسه، ده انا بدفع فيه ايه ايجار، ما بدفعش حاجه ايجار، ويظلم المالك وقاعد ومش عايز يسلم المالك المحل اللي هو مش محتاجه. ولو رجعه يبقى احسن له، يعني حتى يعني يقابل ربنا وهو مش ما عملش، مش هتاخد حاجه معاك وانت ماشي. فبقول ان شاء الله الحكومه، ده عضو مجلس النواب بيقول الحكومه تسعى، الحكومه والبرلمان تسعى لاصدار الى مراجعه وتعديل قانون الايجار القديم خاصه للوحدات غير السكنيه اللي هي مثل المحلات التجاريه والمقار الاداريه. ده الناس اللي بتسالني واسئله كتيره جدا، بيقول المحلات وضعها ايه كده هوت. احنا المحلات ما ينفعش يا جماعه يقعد 5 سنين تاني، كفايه، الناس بتعاني، الناس بتئن، الناس اتظلمت 70 سنه، ودي فرصه ان نرفع عليهم الظلم دلوقتي، ونعمل اليات للتنفيذ، ما يبقاش في عقبه، ونعمل اليات في حاله الرفض. مفيش يعني، ما اقعدش انا شهر ولا شهرين عشان استلم الشقه بتاعتي بعد ما ينتهي ال5 سنين او كده هوت، لا ده على طول فوري. ان شاء الله خير، وبنطلب الحاجات دي. وعايز اقول لكم يا ملاك لسه الخطوات بتاعتنا كتيره، كلموا واعترضوا وقولوا بالقانون، وقولوا احنا عايزين مدة قد كذا، قولوا اقتراحاتكم. المشروع القانون مطروح للحوار المجتمعي، واي حد يتكلم بدل ما بيخالفش القانون او بيتكلم في امن او حاجة تخل امن البلد، فمن حقه ان هو يتكلم بما يراه صالح وفي منفعة لنفسه وللملاك. عايزين نرفع الظلم عن المظلومين. وبقول للمستأجرين الناس الكويسة اللي هي بتقول لا حرام الايجار قليل، والله القانون اداكم فرصه ان انتوا تعدلوا وضعكم مع الملاك، اتفاهموا معاهم لو عايزين تحلوا المشكله. انما انا بتكلم على المستاجرين ان هم مش عايزين يحلوا وعايزين ياخدوا حاجه ببلاش، ويقول لك عقد شرعيات المتعاقدين، احكام المحكمه الدستوريه، احنا دفعنا خلوات وي عشان هم خدوا بقى مصدر دخل ليهم القانون القديم، وعنده محل مأجره ب 20 30 الف جنيه بالشهر وقاعد، هيسيبه ازاي بقى وهو بيدفع 500 ولا 500 جنيه ولا حاجه بعد الزيادات ولا 1000 جنيه؟ هيسيبه ازاي؟ واحد واخد شقه مقعد فيها قرايبه ومقعد فيها الناس بالراس وبيكسب، هيسيبها ازاي؟ فحاجات كتير جدا جدا جدا. واحد طمعان في البيت عشان يشتري في البيت من المالك ومش عايز يزود الايجار او ياخد منه الشقه بثمن بخس، حاجات كتيره جدا. واحد مش محتاج الشقه قافلها ومربي فراخ، وصاحب الملك ملوش مش عارف ياخد شقه ولا ليه اي حاجه. حاجات كتيره قوي 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 كان في ظلم فيها للملاك. باذن الله مشروع القانون هيحسم هذا الموضوع ويرفع الظلم والمعاناة عن المظلومين. بس يجب يا ملاك خلي بالكم في حكايات وروايات بتتعمل عشان المشروع ده ما يتمش او ما يقدروش يصدروه. لا ان شاء الله الحكومة مصممة والبرلمان مصمم، وان شاء الله السيد رئيس الجمهورية وعد ان الموضوع ده لازم يتحل. شكرا.